والنهاردة هنعرف منها ازاي قدرت تتعلم وسط ضغط الثانوية العامة، وازاي الانجليش غير حياتها وخلاها مش بس طالبة ناجحة لكن كمان تيتشر بتساعد غيرها يتعلم. في The Pro English مؤمنين ان كل طالب عنده قصة تستاهل انها تتحكي، وعشان كده بدأنا سلسلة Once Student Now Fluent، أو كنت بتتعلم دلوقتي بتتكلم. فيديوهات مش بس هدفها نشارك قصص نجاح بنفتخر بيها لطلابنا، لكن كمان إن كل طالب بيتفرج علينا يشوف نفسه في تجربة من اللي هنحكي، بيحس إن حلمه مش بعيد عنه. ضيفتنا النهاردة شروق، واحدة من طلاب The Pro English المميزين جدا اللي مش بس طورت مستواها في الإنجليش لكن كمان قدرت تستفيد منه في حياتها وشغلها وفي تكوين شخصيتها، وعرفت تحول الإنجليش لمهارة فتحت لها فرص حقيقية من قبل حتى ما تدخل الجامعة. والنهاردة هنعرف منها إزاي قدرت تتعلم وسط ضغط الثانوية العامة، وإزاي الإنجليش غير حياتها وخلاها مش بس طالبة ناجحة لكن كمان تيتشر بتساعد غيرها يتعلم. وهنسمع منها ازاي بدأت رحلتها، ازاي قدرت تتغلب على التحديات، وازاي The Pro English كان أساسي في رحلتها. أهلا بيك يا شيخ، عاملة ايه؟ كله تمام. الحمد لله. أنا مبسوطة أوي So إن إحنا yes، في البودكاست ده سوا. حلو جدا. عايزة أقول لكم شروق واحدة من طلاب The Pro English المميزين جدا اللي مش بس طورت مستواها في الإنجليش لكن كمان قدرت تستفيد منه في حياتها، شغلها، حتى في تكوين شخصيتها. وهنعرف كل ده بالتفصيل عنها إن شاء الله في مقابلتنا معاها. أوكي إيه الأخبار؟ كله حلو؟ كله تمام الحمد لله، زي أي طالب جامعي دلوقتي يعني عادي يصيح. Yes I understand. كلام. ماشي. ربنا معاكي. شروق، قوليلي، فاكرة اللحظة اللي قررتي فيها إنك تتعلمي إنجليش؟ كان إيه السبب اللي خلاكي تاخدي الستيب دي؟ وقتها كنت لسه في شهور الصيف اللي هي قبل الدروس تالتة ثانوي، مم. وأنا كنت محتاجة إن أنا أجوين الآيلتس تيست. فحسيت إن أنا مش عارفة أوفق ما بين وقتي، إن أنا مثلا أظبط وقت مذاكرة الآيلتس مع وقت مذاكرة الدروس في ثانوية عامة. فقلت هاخد كورس عشان يسبورت معايا. وبس مم. كده يعني، كانت هي دي الخطوة اللي أنا قررت فيها إن أنا آخد كورس. وبالصدفة كده كان في صديقة ليا كانت منزلة إعلان إن أنتم عاملين عروض على الكورسز في برو إنجلش، فخلاص يعني أنا كلمتها وقلت لها أنا عايزة أظبط معاهم في أسرع وقت. يس. وبصراحة حتى أنا ما لحقتش إن أنا أعرف منها مين هم ده برو إنجلش قوي، عشان كنت مستعجلة. فاللي هو يلا بينا، أنتوا عندكم تحضير الآيلتس؟ تمام، طب تمام يلا بينا. حلو بس جدا، انت كده كنت الموضوع متحمسة ممكن يكون جدا. جدا. اوكي ماشي حلو. انت قلتي كنت في ثانوية عامة، دي ايه، بعد تالتة ثانوي ولا كان لا، بعد؟ كنت لسه هبدأ دروس ثانوية عامة، يعني كنت لسه في المرحلة اللي هي في بداية ثانوية عامة. اوكي حلو. ده كان ايه، من سنتين ولا كان 3 20؟ سنين. نايس interesting. حلو جدا. يعني انت كنت بتاخدي الكورس وفي نفس الوقت بتذاكري للثانوية عامة اه. ومسؤولة كذا حاجة. أصحابي اللي كانوا عايزين ياخدوا معايا الكورس قالوا لي هم كانوا حابين إن هم ياخدوه معايا، بس باباهم قال لهم انتوا ازاي وانتوا في ثانوية عامة وداخلين على دروس ودي سنة مهمة مم. مم. وهتعطلكم. مم. بس احنا كده كده بندرس انجلش يعني في ثانوية عامة، فأنا مش فاهمة ايه المنطق في كده، بس تمام يعني. مم. يعني انا عن نفسي الحمد لله هم في البيت معايا. الحاجات دي فلكسبل عندنا، طالما انا محتاجاها هم شايفين ان انا محتاجاها. اتس اوكي يعني let's do it. مم. حلو، حلو قوي. طيب سنس ان انتي قررتي تخوضي التجربة وبتاخدي الكورس وبرضه عندك المذاكرة بتاعتك، بس في عدو صغنطط كده دايما عندنا which is الموبايل والسوشيال ميديا، ونقعد نسكرول طول الوقت ده عشان حقيقي. نهرب من المذاكرة والحاجات دي. I think انتي حصل معاكي العكس، احكي لنا يعني ده حصل ازاي. هو انا عن نفسي انا اصلا مسكت الموبايل بدري، تمام يعني في سن صغيره مقارنه باخواتي، بس مش مقارنه بالجيل الحالي، لان الجيل الحالي كله بيستخدم دلوقتي الحاجات دي يعتبر كحاجه طبيعيه. مم. بس انا من وقت ما انا مسكت الموبايل كنت دايما في كل مره اذاكر فيها انجليش كنت بحب ان انا استخدمه معايا، فهو كان بيساعدني كتير قوي بصراحه. هو الفكرة ان الموبايل ده حاجة يعني سلاح ذو حدين، الشخص هو اللي بيقرر يستخدمه ازاي، بيقرر فعلا دي حاجة ممكن تدمره، ممكن تضيع عليه وقت، ممكن فعلا يعمل بيها حاجة يستفيد منها. فانا مم. كنت بعمل الاثنين عادي، يعني مش هقول يس. لك ان انا ما كنتش بفتح سوشيال ميديا، لا انا كنت بفتح سوشيال ميديا عادي.
بنبسط عادي وبهزر وبنزل بوستس وعادي، بس ما كانش بيجي قوي على وقت المذاكرة. يعني الحاجات دي ليها وقتها، وده وقت مم. المذاكرة، وده وقت لنفسي، ده وقت النوم. فبس كده يعني. أنا كنت كذا مرة بذاكر بطريقة البرومودورو، والموبايل جنب عيدي. فلما بخلص مثلا ال 25 دقيقة أو نص ساعة واخد بريك، ساعات كنت بختار إن أنا اخد البريك ده سوشيال ميديا. ففي اغلب مم. الوقت اللي حد من البيت مثلا يدخل اوضتي يطمن عليا يشوف انا بعمل ايه، لو هي قاعده فاكريني عامله نفسي بذاكر وبعدين انا بسكرول. بس انا فعلا ما كنتش ما كنتش بضيع وقت، بس هم اللي كانوا بيجوا في الوقت ده. بس اتس اوكي يعني، هم عارفين ان انا مسؤوله كفايه ان انا بمانج الوقت بتاعي، فما كانوش بيتدخلوا يعني. هو بس كانت جاست كده نظره عتاب كده من بعيد بس. اه انا طالما انا بعمل اللي عليا وانا عارفه ان انا بعمل اللي عليا، فتمام يعني اتس اوكي معايا. طب حلو جدا حلو جدا، يعني انت كنت عارفة تمانجي التايم بتاعك كويس جدا. طالما الشخص عارف هو وراه ايه، والمفروض هو وراه التزامات معينة، والمفروض يقدم ايه، والمفروض يدي لنفسه وقت راحة قد ايه، فخلاص يعني اتس اوكي. هو بس يقدر يهندل ده. اه يعني الإحساس كل بتاع حاجة بيبقى ليها المسؤولية. حدود. قولي لي بقى، النتائج اللي الناس بتطلع بيها من كورسز الإنجليش معروفة، يعني اللغة بتتحسن، الكلام بيبقى أوضح، بس إن حد الكورس يخليه يخرج من انطوائيته أو إنه قافل على نفسه ويرجع اجتماعي تاني، بيتواصل مع اللي حواليه، دي حاجة مختلفة أو جديدة. احكي لنا، هل حاجة شبه كده حصلت معاكي؟ ده حقيقة حصل معايا. انا كنت في الوقت ده كنت شوية انتروفيرت قوي. مم. ما كانتش طبيعتي من طفولتي، بس يعني ساعات في المراحل العمرية المختلفة احنا بنمر بمود مختلف. فانا في الوقت ده فعلا ما كنتش في الحياه الاجتماعيه قد كده يعني. كنت تلاقيني في السوشيال ميديا اكتر. فما كنتش حابه ان انا افضل دايما كده يعني. حسيت ان في حاجه لازم تتغير، خصوصا ان احنا داخلين على جامعه، هيبقى مجتمع مفتوح، هيبقى غصب عني لازم نتعامل مع الناس. فلقيت يس. ان الكورس حاجه كويسه، متنفس كويس ان انا فعلا اعبر فيها عن الافكار بتاعتي. امم. آه وانا كنت باخد دايما الفرصه دي، ان الناس اللي حواليا الكلاس ميتس والانستراكتور كانت بتحب ان هي تسمع ارائي، تسمع اكسبيرينس انا مريت بيها قبل كده. فكانت دي لوحدها حاجه مشجعاني ان انا اتكلم. فبقيت اصلا احب ان انا احضر الكورس عشان عارفه انا اتكلم عن حاجات انا بحبها. يعني مش بس مجرد ان انا باخد كورس عشان اطور نفسي او ان انا احسن اللغه. انا فاهمه كنت ببقى مستمتعه بكل دقيقه في السيشن، ببقى بستنى السيشن. حلو لدرجة إن جدا. أنا يعني بقيت أظبط الجدول بتاعي، اللي هو لو أنا في مثلا حصة درس إضافية أحتاج إن أنا آخدها، لا أنا ممكن أغير ميعادها عشان خاطر أنا عندي كورس في الوقت ده. فالميعاد يس. ده حاجة مش هضحي حاجة بيه، مهمة قوي مش بالنسبة هضحي لي، محدش بالسيشن، بيجي بالانجلش ناحيتي. سيشن بتاعتي. بصراحة هو كان فرق معايا قوي. امم. ومن بعدها يعني بقى أسهل بالنسبة لي إن أنا أكون علاقات. لان انا اصلا انا حاليا انا اوريدي بكون ريليشن شيب مع الستودنت، عشان نحس ان احنا مش بس انا حد ستريكت بدرسه حاجه معينه وانت هتمشي وخلاص. لا، هو فعلا هي رحله انا بمشيها مع الشخص ده وانا بعلمه حاجه معينه. فلازم نكون على حد من التواصل مع بعض، ان انا نبقى فريندلي، ان انا ابقى فعلا لو انا عندي مشكله ما بحسش ان انا متردد ان انا اتكلم معاها مع الكوتش بتاعي. أمم. فحسيت ان انا الفيلينج ده انا مريت بيه لما كنت ستودنت، وحابه ان انا اديه للناس اللي انا بدرسها برضو. يعني مش بس ان انا بشرح حاجه كده والسلام، لا يعني يس. الحته الاريحيه دي انا بحب قوي ان انا اسمع الناس وهي بتقول فيدباك عنها. ان انا كنت حاسس ان دي حاجه سهله قوي ان انا اتكلم مع الانستراكتور، او ان انا اقول لها امم. في حاجه مش تمام معايا، ممكن نظبطها سوا، او ممكن تنوري لي حاجه مش واضحه بالنسبه لي. فدي كانت حاجه بتبسطني قوي يس. بصراحه. حلو. حلو جدا، يعني هي الفكرة انه مش بس انا داخل اتعلم كام expression او كام rule في الجرامر and that's it. هي it's more about this، يعني it's more than this. دي رحلة طويلة. امم. رحلة طويلة يس. فعلا، محتاجة patience، وبنعمل فيها memories. مش بس على قد ان انا بتعلم حاجة فعلا ولا، هي فعلا memories. ان احنا نيجي نعمل practice فنمثل جزء معين من فيلم معين، ممكن يبقى جزء كوميدي. وساعات كنا بنسجل الحياة دي، فدي في حد ذاتها اصلا memories. انا ساعات لما ببقى متضايقة او زعلانة بتفرج عليها فبنبسط قوي بجد. يس. فهي بتعمل سنس حلو قوي. Yes true، يعني أنا I agree with you أوي أوي. كمان زي ما انت قلتي احنا بنشير experiences و personal experiences، وبن exchange ال experiences، مش بس learning the language. بالظبط.
قولي بقى، انت فضلتي قد ايه مع The Pro English وحققتي ايه خلال الفترة دي؟ انا بدات من مستوى beginner لما عملوا لي placement test مبدئيا يعني. البليسمنت تيست عشان كان فيه جزء كتابه وكان فيه جزء اورال. مم. فالاورال اللي احنا بنتكلم فيه هو انا كنت شطوره، يعني انا عموما كنت بذاكر الانجليش كويس وبحب الانجليش من زمان. بس الجزء الاورال بين ان انا كنت لسه بجانر قوي في السبيكنج، مع ان اه. انا عندي نولج كتير. بس ما كنتش بعرف اوظفها في اني اتكلم. لو حد سالني مثلا سؤال ونفتح conversation مع بعض ونتناقش في حاجات، انا فعلا ما كنتش بعرف اجمع الكلام. لان مم. احنا اصلا مش بنعمل براكتس على السبيكنج لما بنتعلم الانجليش جوه المدارس او صح. جوه الدروس، صح. احنا مش بنتبع الثقافه دي عندنا في التعليم بتاعنا. مم. فانا دخلت مستوى بجانر معاهم، وانا اخدت تقريبا يعني الكورس نفسه كمده من غير الاجازات كانوا 7 شهور، بس كانوا 7 شهور متفرقين. فبعد اول 3 شهور اللي هي اتعلمتهم في برو، انا كنت اخدت اجازه شويه عشان كنت شويه مضغوطه بسبب دروس ثانويه عامه، ورجعت تاني برضو وانا في ثانويه عامه. بس كنت عارفه ان انا لو اهملت الجزء اللي انا درسته في الكورس، ممكن لما اعمل بليسمنت تيست تاني ارجع ليفل تاني اه. يعني ادفع like فلوس وي. تانية حاجه انا اصلا عملتها. ده بيحصل كتير قوي مع الناس. فكنت يس. حريصه ان انا ما اخسرش الجزء ده، فكنت حريصه ان اي حاجه اتعلمها مثلا في ثانويه عامه اعمل لها براكتس بسيط بالطريقه اللي انا اتعلمتها بقى في الكورس نفسه، بحيث لما ارجع مم. الكورس ما احسش ان في حاجه فاتتني. صح. فلما رجعت تاني بعد الاجازه في تو اوبشنز، يعني لا هو ايه في هنا بقى؟ 3 اوبشنز: ان انا كانوا ايه ارجع بقى؟ اكمل على المستوى اللي انا كنت واقفه منه في الكورس، او ان انا ما كنتش بذاكر كويس فارجع ورا، يعني ارجع اخد الليفل مم. كنت اخدته قبل مم. كده. وفي حاجه اوكي. ثالثه ان انا اطلع فوق. لو انا حلو. كنت حلو. بطور نفسي لو انا كنت بطور نفسي كويس، او بشتغل او بتعلم حاجات جديده زياده عن اللي انا كنت باخدها، وخلاص بقت حاجه بديهيه انا اتكلم بيها، فانا ممكن اطلع بالمستوى بتاعي. فانا طلعت 3 ليفلز، لان انا اصلا انا قبل اه. ما أبدأ الكورس كان عندي نولج سابقه وخلاص اتعودت ان انا اوظفها صح ازاي في اني اتكلم. ما شاء واحنا في الله. ثانويه عامه المناهج الجديده بتاعت السيستم الجديد بجد هي رائعه. يعني هي مم. كفيله ان الطالب لو بيذاكر اول باول في ثانويه عامه وقبل ثانويه عامه هي كفيله توصله البي 2 ليفل. بس يس. احنا مش بنبراكتس خالص على السبيكينج، ما بناخدش ايديومز برضو، يعني السلانج لانجوج ما بنبقاش قد كده فيها، بس هي كحاجه اكاديميك هي لذيذه. ف... مم. فانا طلعت هي يعني. طريقة المذاكرة I think يعني اه المناهج حلوة وانا جدا طريقه المذاكره وريتش بتاعتي قوي، بس دايما مع الفكرة الانجليش. بتذاكرها ازاي يعني. بالظبط، انا دايما طريقه المذاكره بتاعتي مع الانجليش، انا عارفه ان احنا مش بنتعلمه بطريقه صح قوي في المدارس، فانا كنت دايما معايا الدكشنري على الموبايل. انا ما بستغناش ابدا عن الدكشنري. دايما معايا يعني اي كلمه غريبه احسها ويرد او جديده عليا لازم اشوف البرونسيشن والقطه صح. امم. ف... فبقى سهل بالنسبه لي ان انا اي كلمه جديده اتعلمها القط البرونسيشن بتاعها، يعني ما بقتش حاجه صعبه بالنسبه لي عشان انا خلاص اوريدي بقيت متعوده على ده. دي بقت عاده بالنسبه لي ان انا اشوف اي حاجه جديده لازم انطقها صح، حتى لو انا حلو. عارفه ان الاستاذ بتاعي بينطقها غلط. انا بعود نفسي ان انا انطقها صح مع نفسي انا. يعني هي دي مشكله برافو احنا عليكي، يعني انت اتعلمتي بنتكلم. التكنيكس اللي هو خلاص انا عرفت انا هتعلم ازاي، انت لقطتي الواي اوف learning، مش بس ان انا بتعلم بالظبط كده. حاجة النهاردة، لقطت بتعلمها ازاي، فبقيتي تعملي ده اوريدي في حياتك اليومية حتى وانت مش بتاخدي الكورس ذات نفسه، صح؟ بالظبط، بحيث لما مم. ارجع للكورس تاني احس ان انا ما كنتش موقفه الكورس من زمان، او ان انا لا ما مم. فوتش حاجه مم. عني. فبعد ال3 شهور اللي انا اتعلمتهم وبعد الاجازه لما عملت بليسمنت تيست تاني رحت على اللي هي اخر ستيج في بي 1 واو. ليفل. يعني ما كان شاء وقتها بي الله. 1.4. اوكي. اخدت الشهر ده وبعدين بقى رحت على بي 2. يعني كانوا امم. 3 شهور تانيين رحت على بي 2 ليفل. ودرست اول سيشن ليا وانا لسه بي 2 ليفل. كان خلاص دي كانت اخر ستيج في بي 2 ليفل خالص، بس انا كنت درستها لناس يس. بيجنرز. اه. I'm آه so proud بس of you بجد، يعني this is impressive. This is impressive كنت بجد. مبسوطة قوي وبجد كنت متوترة قوي في نفس الوقت، يعني كانت حاجات مختلطة مع بعض. امم. بس كانت حاجة لذيذة، يعني كانت حاجة لذيذة وأنا يعني كنت مبسوطة بيها قوي. فكرة انك وقفتي، فطبيعي انت قلتي ال 3 options انه انا على احتمال يا هقع يا هفضل في مكاني، بس فكرة انك تنطي مرحلة دي في حد ذاتها حاجة مبهرة جدا بجد. برافو ثانك يو. عليك، ما شاء الله. يعني نيجي الحتة بقى انا متحمسة لها قوي. اول سيشن ليكي
ك speaking coach انتي I think ده كان قبل ما تتمي 18 سنة صح؟ كنت 18 وقتها، او 18. كنت لسه بادئه 18 يعني حاجه شبه كده. مش فاكره بس مم. كنت صغيره. I think الناس اللي كانوا معاكي في جوه السيشن كانوا like older than you، كانوا أكبر منك. اه يعني بصراحه كانت حاجه مخوفاني وموتراني قوي. يعني هو حاليا انا شويه بقيت اقابل ناس في سني فاصغر مني، مم. لكن وقتها كان الكل فعلا اكبر مني. وكان اول راوند انا مسكت فيها سيشنز، كان اكبر عمر اتعاملت معاه كان حاجه و40 سنه، 43 تقريبا، حاجه شبه كده. في انا بس أول سيشن؟ لا مش اول سيشن، بس كان في اول راوند في اول شهر ليا. مم. مم. يعني مم. كانت الناس ما بين مثلا، هو اغلبهم كانوا خريجين، او اللي هو الناس بقى لما بتتخرج تبدأ تكتشف ان هم عشان يدخلوا انترفيو شغل ويتقبلوا في شغل لازم يبقى عندهم الانجليش كويس، فيبدأوا بقى Yes. ايه يفوقوا ويصحصحوا، لا انا لازم اطور نفسي. فانا بقابلهم بعد الفترة دي لما مثلا يخلصوا الجيش او يتخرجوا لو هم بنات. فكانوا الاغلب فعلا كده، او لو في مثلا حد حابب ان هو ياخد انجليش كورس في اخر سنة في الجامعة، كان مم. كان فين وفين فعلا ما بلاقي ناس صغيرة. انتي كان مع ده صعب قوي ازاي؟ ان انا كنتي الاقي حد. متوترة مقلقة؟ اتعاملتي عادي خالص كأنه مفيش حاجة؟ عارفة you fake it till you make it كده يعني، اه ودي يعني ما انا عملتي فعلا انا ايه؟ اخدتها كده fake it till you make it. انا حاولت حتى على قد ما اقدر ان لو في اي personal questions ان انا ما اشاركهاش، لأن دي حاجه مش هتبقى اصلا professional. مم. بس مثلا انا لما كنت بقول لهم let me introduce myself. فانا شروق، بحب الانجليش قوي، وانا هبقى الكوتش بتاعتكم الليفل ده، وانا مهتمه بتربيه القطط، وعندي قطتين بس كده. كنت متخيله لما بقول عندي قطتين زي ما ابقى حد كبير كده، هو ايه عندي ياسمين وعندي ياسين يعني. كنت يس متخيله يس إن كده يس. هبقى بالنسبه لهم حد كبير كده وبيربي قطط وعاقل، يعني مش عيله صغيره. ف... فبس يعني لعند ما خلاص حسيت ان الموضوع عادي، ان انا ما اتكلمش اصلا عن سني. هو ستيل انا ما بحبش اتكلم عن سني، عشان برضو بحس ان لسه في اغلب الناس اكبر مني. آم، مم. بس اتس اوكي. يعني لو كل جروب عباره عن جيرلز، وجت صدفه ان احنا مش بنحب نشارك اعمارنا، او لا ما تسالنيش انا عمري ايه، انا لسه صغيره، انا مش 30 سنه. ف فاتس اوكي يعني ساعات لما يس. بيبقى الجو فريندلي. هي معروفة age just a number. قوليلي بالنسبة للشغل، يعني ازاي الانجليش فتح لك فرص حقيقية؟ مش هقولك قبل ما تتخرجي، لكن حتى قبل ما تدخلي الجامعة. انتي قلتي كنتي في ثانوية عامة I think. هو الفكرة ان الانجليش هو التول دلوقتي مهم قوي، يعني في حاجات كتيرة جدا. حتى في المذاكرة احنا دلوقتي لما بنحتاج نذاكر من resources مم. معتمدة قوية بتكون بتتشرح بالانجليش. الشخص نفسه اللي بيشرحها بيبقى اجنبي، او ممكن يبقى جنسيته تانية زي الهنود مثلا، وبيحاول ان هو يشرحه بالانجليش بغض النظر عن Yes. الانجليش بتاعهم. بس فعلا اي ماتيريال مم. علمية قوية، اغلب الناس حتى لو جنسيتهم مش امريكية او بريطانية بيختاروا ان هم يشرحوها بالانجليش ساعات. فعشان كده انا بيسهل عليا ان انا اذاكر حاجات دلوقتي تخص الجامعه عادي جدا بالانجلش، ممكن زمايلي يواجهوا فيها صعوبه. واصلا اغلب الناس لما بتدخل كليات علميه وهم كانوا في مدارس عربي، بيواجهوا صعوبه ان ايه ده كل حاجه بالانجلش. حتى الحاجات اللي انا لو اخدت عن الحاجه دي هنت قبل كده في ثانويه عامه، او درستها قبل كده الجزئيه دي في الماث مثلا، انا اخدتها قبل كده بس انا بدرسها بالانجلش ومش عارفه اذاكرها. فحسيت مم. الموضوع يعني عادي، يعني مش اللي هو الصعب قوي. وفي نفس الوقت ساعدني في اول فتره في الجامعه ان انا اكون علاقات، عشان لما اصحابي عرفوا ان انا تمام معايا في الانجليش، طب ايه ده، طب ممكن تدينا كورس، طب الله. تدينا نشترك ازاي. ساعات ممكن اشرح لهم حاجه، او في حاجه ما تخصش اللغه نفسها، بس هي مشروحه بالانجليش. فطب اه. بصي شو معلش ممكن تقراها لي، ممكن تساعديني في النقطه دي ان انا افهمها. فكانت مم. حاجة لذيذة ان انا احس ان انا بقدم للي حواليا فاليو، مش بس ان احنا بالظبط. يعني جاست زمايل بس. مم. بحب ان انا احس ان انا شخص بيعرف يقدم فاليو للي حواليه، وان اللي حواليه فعلا عارفين ان هم لو اتجهوا لي في الحتة دي هيعرفوا يعتمدوا عليه فيها. فكانت حاجة لذيذة قوي بصراحة بالنسبة دي لي. حاجة مهمة جدا فعلا. احنا كلنا as English teachers بنبقى بنكير قوي قوي قوي، زي ما انتي قلتي، على فكرة انه انا بأد value، انا مش هنا وخلاص، انا هنا وبضيف لك حاجة، مش بس بس انا هنا.
I think انتي كنتي في حسابات مش كده او انا حاسبات؟ في حاسبات. انا في حاسبات ومعلومات. بس دي كلها ملهاش علاقة باللغات خالص صح؟ اه لو هو انا هنستثنى اصلا، يعني لغات البرمجة. بس هي طبعا توتالي مختلفة عن اللغات اللي احنا بنتكلم بيها او اللغات لكل بلد. يعني هي لغة برمجة دي لغة الكمبيوتر نفسه. لان امم. انا اصلا في ثانوية عامة انا درست كنت في علم الرياضة. انا حلو. شخص بيحب الماث قوي، يعني مم. الحاجة اللي ليها رولز، الحاجة اللي هي واحد زائد واحد بيساوي اتنين. انا بستمتع بيها، انا بستمتع بمذاكرة الماث. وفعلا مم. انا جيت في وقت فكرت ان انا ادرس اللغات، بس انا كنت بحب الماث اكتر بكتير. يس. بس كنت still لسه يعني هسألك فعلا السؤال ده، يعني سنس ان انتي مهتمة وحابة قوي اللغة والتيتشنج، فليه ما دخلتيش كلية يعني ليها علاقة بالتدريس او اللغة، سنس ان انتي اكتشفتي ده اصلا من بدري، من وانتي في ثانوية عامة. هو انا بحب اللغه، بس هي دايما احب ان انا اخليها بالنسبه لي از تول ان هي تساعدني ان مم. انا اوصل لحاجات تانية. لان انا مم. حد بيحب ان هو ما يبطلش مذاكره. تمام. والمجال ده بالذات هو متجدد، فغصب عن الشخص اللي هو بيدرسه بيبقى غصب عنه لازم كل يوم يذاكر، لازم يتطور معاه. فدي حاجه مهمه بالنسبه لي. انا عارفه ان اللغه نفسها بحر، يعني انا عارفه ان كل اللغات اه مش بس الانجليش. هي صح. حرفيا اعمق بكتير من اني اخد فيها انجلش كورس او ان انا حتى ادرسها. في ناس بعد ما بتدرسها وتتخرج بيبقى ستيل لا، اللغه اوسع من كده بكتير. فكل مجال true. فعلا بيبقى واسع وليه فروع كتيره جدا وحاجات كتيره جدا اذاكرها. بس مم. انا كنت بحب الماث اكتر. فاخترت ان انا ابقى في حاسبات. بس باي ذا واي دي حاجه مش هتمنعني ان انا اطور نفسي في الانجليش، لان هو كده كده Yes. مهم، هو كده كده هيكمل معايا باقي حياتي كلها. وكده كده هفضل احب ان انا ادرسه، هفضل استمتع بان انا بدير السيشن، هفضل استمتع بان انا ب... بعلم حد pronunciation بيستراجل في الحته المعينه دي. فانا ببقى مبسوطه قوي وانا فعلا بعلم الشخص ده الحاجه دي. خصوصا ان انا وانا طفله يعني كان ساعات بيبقى عندي صعوبه في اني اتكلم او ان انا انطق حاجه. فده كان بالنسبه لي تشالنج لذيذ ان انا مم. اعلم حد يتكلم وانا اصلا كان عندي صعوبه في اني اتكلم. فدي لوحدها كفايه. حاجة بقى يعني غريبة جدا أنا عرفتها عنك وعن شغلك، إن أنتي بتحبي الشغل قوي قوي قوي. وحتى أيام الأجازة لما بيكون عندك أجازة في الكلية أو أجازة من المذاكرة، بتكلمي ال HR في يوم أجازتك اللي هو أنا عايزة أشتغل لو في classes I'm in أوكي. حاجة غريبة قوي إن حد يعني يسيب الأجازة علشان خاطر يشتغل. بتعملي كده ازاي او ليه، او يعني ايه الاحساس اللي بيوصلك هو من الشغل الموضوع اللي هو مش موضوع يخليكي عدد ساعات شغل تستمتعي على جدا؟ قد ما انا خلاص اتعودت ان انا اتكلم، اتعودت ان انا ادير جو معين كده. السيشن نفسها بيبقى فيها جو من البهجة لذيذ بالنسبة لي. مم. فدي كانت حاجة مهمة قوي بالنسبة لي الفترة، ولسه لحد دلوقتي مهمة ان انا ما بطلش ان انا اتكلم. لان ساعات انا اصلا يعني انا بطبعي ما كنتش حد انتروفيرت. ففكره ان انا اه. احط نفسي في تشالنج ان انا لا، يعني انا هدي السيشنز عشان دي اصلا اسمها سبيكينج سيشن، فانا بساعد حد انه يتكلم، فانا غصب عني هضطر ان انا اتكلم. لان بالظبط. ساعات من غير اي حاجه انا مبقاش لاقي اي حاجه اعملها، وانا مش الشخص اللي هو الطاقه اللي بيعرف يفتح مواضيع كتير في حياته اليوميه في العادي مم. بتاعه. فلما خلاص اتعودت على جو ان انا في السيشنز لا انا بتكلم، لا ده بيحكي موقف معين بس عن حاجه تخص التوبيك اللي احنا اصلا بنتعلمه. فايه ده يعني ده حصل، طب وبعدين، طب وايه اللي حصل تاني، طب احكوا لي. فخلاص انا اتعودت على كده. ففعلا انا لما بيبقى في اجازه طويله حتى تخص الاعياد او اجازه رسميه، لا في حاجه غلط يعني، ما تطولوش علينا انا قوي في وحشني الاجازه. الشغل. ما تطولوش علينا قوي في الاجازه. لو عندكم اي سيشن او كده يعني انا تمام معايا، لان بجد الجو ده انا ببقى مفتقده قوي، بفتقده جدا بجد. يعني هو مش بالنسبة لك مجرد شغل وياه وتقيل على قلبي بقى وانا رايحة الشغل وكده؟ اه لو تقيل على بالعكس. قلبي لو تقيل على قلبي مش هشتغل اصلا. صح عندك حق، بس في ناس اوقات بتبقى اللي هو انا مضطرة اشتغل، او اللي هو انا رايحة الشغل بالعافية، او اللي هو ده بيحصل. بالظبط. بحس ان الناس اللي بتشتغل حاجة بتحبها دي ناس محظوظة جدا. بصراحه ده حقيقي زينا كده الحمد لله. لو احنا مبسوطين انا و we take منهم الحمد money at the لله. same time، فدي حاجة يعني خطيرة. نرجع للإنجليش تاني بقى.
قولي لي ايه الأسباب اللي كانت بتساعدك على الاستمرارية تطوير الإنجليش طول الفترة اللي فاتت؟ اكتر حاجه مساعداني ان انا اطور اللغه اصلا ان انا طول ما انا بدي سيشنز انا غصب عني المعلومه بتكون حاضره في دماغي. امم. تمام. يعني ساعات كتير قوي بنتعلم كم كبير قوي من المعلومات، بس من كتر ما هم كتير قوي ممكن حاجه منهم تقع. بس. فغصب عني عشان احنا في سيشنز بنتعامل مع ناس، بنتعلم عن توبكس مختلفة. حد مثلا نسي كلمة، حد نسي حاجة. فانا فعلا ببقى ساعات في كلمة على وشك ان انا خلاص يعني اللي هي تتنسي بالنسبة لي، بس لمجرد ان انا بس في حد سألني عنها او لمجرد ان في حد اتكلم بيها. فاتس اه. اوكي. وبحييه وبثني عليه ان انت استخدمت الكلمة دي. ساعات في ناس بتبقى تشتغل على نفسها في الكورسز وبيحبوا ان هم يستخدموا اكسترا فوكابس هم ما اتعلموهاش في مم. الليفل. فدي كانت مم. بتبقى حاجه ظريفه قوي ان انا ساعات انا على فكره بتعلم منهم عادي. يس مش بلس وان اغلبها برضه بتبقى أنا حاجات زي جديده على قد ما هم بيفكروني بالحاجات اللي انا ذاكرتها كتيره قوي. بس طبيعي إن احنا يعدي علينا وقت مثلا انا مش حابه ان انا اذاكر، انا مش حابه ان انا اتعلم. بس ده غصب عني، ده بيعلمني، ده بيساعدني ان انا لا ان انا احافظ على ده. ان انا اتوقع ان الشخص ده ممكن يسالني سؤال معين فاروح اسرش عنه عشان خاطر ده ممكن يبقى سؤال متوقع ان شخص يسالني عنه، فلا انا لازم ابقى جاهزه، لازم ان انا ادي المعلومه كامله لان دي امانه. مم. فدي اكتر حاجه بالظبط بتساعدني. بالظبط. نرجع تاني ليكي وانتي طالبة هنا at the pro. حبيتي ايه في السيشنز at the pro وانتي طالبة، وليه حبيتي تكملي فيه as a teacher؟ انا حبيت السيشنز مش عارفه ليه، بس هي فعلا كان ليها جو مختلف قوي. وعلى فكره دي ما كانتش اول مره ان انا اخد انجلش كورس، انا كنت اخدت قبل كده في الاجازه بتاعه الصيف ما بين تانية وتالتة اعدادي. كان ده اول امم. انجلش كورس اخده. هما كانوا كويسين بس يعني حسيت ان شويه ان هما ستريكت قوي يعني. اه academic. يعني اكاديميك قوي، يعني كانوا ستريكت قوي حتى في حاجات مثلا كانت مش متاحه ان انا اعملها معاهم، لقيتها سهله جدا وبسيطه جدا ان انا اعملها في الانجليش صعبوها كورس. علينا ليه؟ انا يعني انا مثلا جيت في وقت انا كنت مشغولة قوي. مم. كان عندي مناسبة تقريبا، فأنا كنت حاسة إن أنا بالطلب ده كنت هبقى سخيفة، بس أنا طلبته من الإنجليش انستراكتور بتاعتي. فقلت لها إن أنا بس محتاجة لو ينفع نأخر الميعاد سنة أو نغير الميعاد ليوم تاني عشان أنا عندي مناسبة مش هحب إن أنا أضيع الكورس عني. مم. فقالت اتس اوكي يعني عادي، ما عنديش أي مشكلة خالص. دي هنا at الفكرة the pro. اه فكرة اوكي. ان انا يعني ابقى حاسة ان انا عادي لو في اي حاجة فعلا غصب عني ممكن تحصل او في حاجة ممكن تأخرني عن المذاكرة. اتس اوكي مم. يعني طالما دي حاجة قهرية خارجة عن بس you ارادتك mean مفيش مشكلة خالص. الفlexibility، الدنيا هنا الفلكسبيليتي. flexible. احنا فعلا الدنيا ناس فلكسبل مرنة. قوي. مم. حلو. ف... فان شخص يلاقي ان في بيئة عمل فلكسبل طبيعي يحب ان هو يشتغل فيها ويبقى موجود فيها، ويبقى yes حابب yes الناس اللي شغال yes. معاهم. علشان كده انا حبيت ان انا ابقى موجودة. مم. انا كذا مره وانا في قلب السيشنز الانستراكتور لاحظت ان انا عندي ملكه التدريس. حلو. يعني لو في اي حد من زمايلي ما كانش فاهم جزئيه معينه قبل ما هي تشرحها الاول ليه تقول يا شو لو انت فاهماها اشرحيها. فلقيت ان انا بعرف ابسط المعلومه، ودي كانت حاجه بديهيه بالنسبه لي، انا اصلا ما كنتش اعرف ده، يعني هي اللي اكتشفت ده. yes انتي بتعمليها كده بس by nature. يعني عادي، يعني لو بصي دي كذا كذا وده هنا ادفيرب انا ممكن اشيله، ممكن الجمله تبقى تمام عادي جدا من غير الادفيرب ده ممكن نحطه. فما تستغربيش، والادفيرب هنا ممكن يجي في اول الجزئيه دي ممكن يجي في الاخر تاني عادي. فبس مم. يعني الموضوع بسيط يعني. حلو آه جدا. يعني انتي فبس اكتشفتي انا كنت اصلا skills جديدة في نفسك جوه الكورس. بالظبط. صح، انا مبسوطة جدا آه بالرحلة بتاعتك بجد. فهم انا بصراحه حاسة ان سهلوا انا عليا مبسوطة قوي. لك. سهلوا عليا قوي الستبس اللي انا اخد فيها التريننج بتاعه الكوتشز. yes. واخدت التريننج عادي وانا لسه اصلا باخد بي 2 ليفل عادي جدا. ودرست اول سيشن ليا وانا بي 2 ليفل برضو. والدنيا كانت بسيطه يعني، ما اعتقدش يعني انا حتى ما عدتش بالستبس اللي هي البروفيشنال بتاعت بعت لنا بقى السي في والاتش ار تكلمني اه. وانترفيوهات. yes. لا حسيت ان الموضوع ايزي ايزي قوي. أمم. في نفس الوقت التريننج كان سهل قوي بالنسبه لي عشان انا اصلا كنت اخدت التريننج لنوع من السيشنز انا اوريدي كنت ستودنت فيه، فانا عارفه الستبس
انا عارفه الكوتش بتمشي معايا ازاي جوه السيشن، اه. بنعمل ايه في الاول، بنعمل ايه في الاخر، وفي النص هي بتمانج السيشن ازاي. فانا بعرف اعمل محاكاه للناس اللي حواليا، للناس اللي بتشرح. انا عارفه ان الكوتش بتاعتي بتمشي هنا بالطريقه المعينه دي، فانا سهل عليا ان انا اطبقها من غير اصلا اي تريننج. عندك اوريدي يعني باك جراوند عن الموضوع. بالظبط. بالظبط. وانا يس. كنت موجوده حتى من قبل ما نوع السبيكينج سيشنز اصلا يبقى موجود، يعني حتى من قبل ما الويب سايت يتعمل، من ايام ما كان السيشنز كانت لسه على واتساب، وبعدين السيشنز اه، اتنقلت على تليجرام. تليجرام، وبعد يس. كده خلوا سبيكينج سيشنز. فانا اصلا كنت موجوده من قبل ده كله، يعني انا موجوده من قبل ما البوزيشن اللي انا عليه دلوقتي اصلا يبقى موجود. انا موجوده من قبل ما هم يبتكروا فكره التو ان 1، ومن قبل ما يبقى في حاجه اسمها اصلا سبيكينج كوتش في المكان. فانا يس. عارفه، يعني انا عارفه كل ستيج كده كان بيحصل ايه والتطورات اللي حصلت. حلو قوي. That's really interesting. um okay. Since انه انت يعني now you are a coach، بتعملي ايه في السيشنز مع الطلبة بتوعك؟ يعني ايه التبس and tricks اللي بتعمليها معاهم علشان خاطر يحققوا اقصى استفادة من الكورس او من السيشنز دي؟ هو كل حد بيبقى له شخصيه مختلفه، وده طبيعي تمام. وكل حد بيبقى داخل الكورس مثلا علشان خاطر هو بيتارجت حاجه معينه. في ناس بتبقى داخلاه لمجرد ان هم عايزين يطوروا انجليش عشان الشغل، في ناس بتبقى داخلاه عشان الدراسه، في ناس بتبقى داخلاه عشان حاجه اكاديميه. وقابلت مم. ناس برضو متخيله ان هم يعني جاست لما يدفعوا الفلوس ويبقوا خلاص هم كده في انجليش كورس، هم كده هيطوروا من غير اي مذاكره، يعني في عصايه سحريه هتطلع كده بعمل له كده انا عملت يبقى اللي ساحر عليا، كده دفعت وبيكون. الفلوس على فكرة. انا ما بقتش فلوينت ليه؟ ايوه بالظبط، انا دافع فلوس وانا بحضر وساعات بيبقوا اصلا ما بيعملوش التاسكس او ما بيذاكروش، بس هم متخيلين هم وانس ان هم يحضروا السيشن هم كده خلاص تمام. ففي انواع اوكي. كتيره جدا من الناس بنقابلها واحنا بنتعامل معاهم جوه الكورس. مم. فمش كل الناس زي بعضها. فطبعا الحد اللي انا بعرف هو عايز يتعلم الحاجه دي ليه، ساعات بركز معاه عليها. يعني انا لو عارفه ان الشخص ده هيجوين الايلتس تيست، بركز معاه اكتر على الحاجات الاكاديميك، ما بهتمش مم. بالسترينجز قوي. يس. فكل حد انا بتارجت النيدز بتاعته، وعلى اساسه بديه بقى الادفايس المهمه. هو لازم يعمل هنا ايه، ممكن يستخدم ويب سايت معين مم. على حسب نيد كل شخص. حلو. وطبعا الناس اللي هي بتبقى متخيله ان هي بتبقى داخله الكورس عشان دفعت فلوس فهتبقى فلوينت، يعني انا اكيد بقول لهم ان لا، هم لازم يبذلوا مجهود طبيعي اي بالظبط، كورس بالظبط، لازم بالظبط، نبذل له مجهود، بالظبط. لازم هي نذاكر مع الفكرة نفسنا. في الوعي ده أصلا in the first place. ايوه، إن انا أنا جاست انا حد بدرس علشان لك حاجه معينه، وفي نفس الوقت انا جايد معاك. لو انت في اي حاجه انت عطلت فيها وانت بتذاكر مع نفسك، انا برضو مم. الجايد بتاعك. لكن ده مش معناه ان انا هعلمك كل حاجه، بس انا عارفه حاجات كتير، وانت لو ذاكرت حاجه زياده عن الكونتنت انا اكيد هوجهك ليها صح، لو وقف معاك حاجه اساعدك فيها. بس still لازم الناس تبذل مجهود في ان هي فعلا تتعلم. دي حاجه فعلا في ناس يعني بتغفل عنها، يعني بيبقوا دي متخيلين أول إن تip لو دفعوا أنت فلوس. بتقوليها للناس، لازم تبذل مجهود. بالظبط. حتى يس. لو بسيط، مش لازم اللي هو اقعد اذاكر كل يوم 3 ساعات، بس الانسان لازم ياخد بالاسباب. صح، صح. I agree with you. كمان الاستمرارية، يعني فكرة إن أنا بالظبط. أستمر حتى لو حاجات بسيطة قوي يومية بعملها، بس اتليست انا مستمر، يعني انا باخد بالظبط. بالاسباب وانا مستمر. مم. مم. حلو. تحفة. اوكي. طيب السؤال ده personalized قوي. وليه بقى الشروق بتحلم توصل لفين؟ بتحقق ايه في اه حياتك السؤال ده عموما؟ صعب قوي. ايه؟ السؤال ده صعب جدا. اه، هو هي سؤال هي يعني الاحلام جنرال كده، كتيرة يبان قوي. تو جنرال. لو انت هتبقى فين كمان 5 سنين؟ حاجة شبهه كده، حاجة في الرينج ده. صراحة مش عارفة، يعني هو سؤال أنا لما بسأله لنفسي بقعد شوية أفكر وببقى فعلا محتارة. بس الفكرة أنا بحب مم. حاجات كتيرة قوي، فساعات يس. ما ببقاش عارفه اختار ما بينهم ايه. انا اصلا وقت اختياري الجامعه برضو ساعات برجع بقول لنفسي هو انا اصلا اخترت الميجور الصح. يعني انا كنت بحب برضو فنون اه. جميله مثلا. يس. آه، بحب الارتس. انا مهتمه بحاجات كتيره قوي. مم. فانا عندي هوايات كتير ممكن اوظفها في اني اشتغل فيها. عندي سكيلز ممكن اوظفها في اني اشتغل فيها. آه،
بس هو انا اكيد بعد 5 سنين هكون بقدم حاجه valuable قوي للناس، ده اللي انا متاكده منه، بطريقه ما وبطريقه ما تجيش على وقتي، ما تجيش برضو على صحتي، لان مش هيبقى بالنسبه لي شغل وبس just for ان انا اجيب فلوس. لا، هي فعلا حاجه بتقدم value، وفعلا حاجه بتخليني اتطور معاها زي ما انا بعمل دلوقتي. Yes. مش بس ان انا بعمل فلوس من الشغل ده، لا انا مم. كمان انا بجد حاسه ان انا بضيف فاليو للناس لما احس ساعتها ان انا بسأل نفسي انا لازمتي ايه في الكوكب ده، او انا دوري ايه في الكوكب ده. اتليست في حد استفاد مني النهارده، في حد اتعلم مني النهارده، في حد وانا بدرس له حاجه هو متعقد منها انا ابتسمت في وشه، فدي لوحدها خليته ان هو يحب ان حاسة هو انه يتعلم it's الحاجه دي. okay. فبس اه جست ان انا حاسه ان انا بعمل حاجه valuable للناس، دي لوحدها كفايه. فايا كان شروق هتبقى فين بعد 5 سنين، او ايا كان هكون بشتغل ايه وقتها، وبرضه هبقى لسه هنا في برو انجلش. آه yes بس انا عارفه ان انا هعمل حاجه كويسه تخليني حاسه ان انا راضيه عن نفسي، زي yes ما انا دلوقتي برضه راضيه عن نفسي، الحمد لله. وبس كده. تحفة جدا. أهم حاجة إن احنا يعني مش واقفين في مكاننا، احنا we're working on ourselves. انا بس بتعلم كل احنا يوم حاجه مش جديده. stuck. هنروح فين هنشوف الدنيا هتودينا على فين، بس احنا شغالين. احنا مش واقفين. yes yes. اوكي ماشي، تحفة جدا. thank you so much يا شروق for your time and your effort and for this يعني inspirational story. بجد قصتك يعني ملهمة جدا ولطيفة جدا ومبهرة، وفيها حاجات كتير مبهرة. أنا يعني شخصيا انبهرت بيها، فشكرا ليكي أوي. قصتك لما شكرا بجد، انا لها انبسطت قوي عنوان يبقى إن بالبودكاست ده. الأهداف الكبيرة بتتحقق بخطوات قد كده، صح؟ بجد آه استمتعت قوي، يعني ان شاء الله ممكن نكون بنسجل حاجات تانية بعدين، ممكن تكون educational، يعني انا اتمنى ده. وبجد انا كنت سعيدة قوي بالبودكاست ده، واتمنى ان انا نتقابل تاني كتير في حاجات إن تانية شاء كتير الله. سوا مع بعض. Yes yes إن شاء الله. Thank you so much again for your time, your effort, your vibes. ال Thank vibes you. دي يعني I think كل الناس اللي هتتفرج على البودكاست هتكون يعني مبسوطة مستمتعة متحمسة إنها take a step، حتى لو small steps انا زي ما فعلا انتي اتمنى عملتي ده، كده. اتمنى ده. فشكرا جدا ليكي. العفو. العفو، انا اللي شكرا جدا. هي شو قصتك لو نحط لها عنوان هيكون إن الأهداف الكبيرة بتتحقق بخطوات صغيرة زي ما اتناقشنا. في حكايتك شفنا ازاي الإنجليش مش مجرد لغة بنتعلمها، لكن مهارة غيرت حياتك وفتحت لك أبواب جديدة. شكرا ليكي جدا على الحوار الممتع والملهم جدا جدا جدا، ونتمنى نشوفك بتحققي كل أحلامك. thank you so much again. شروق وصلت من طالبة في The Pro English لمدربة في سن صغير، وقدرت تثبت إن أي حد يقدر يتعلم ويوصل لحلمه لو عنده الشغف والاستمرارية. لو حابب تبدأ رحلتك الخاصة وتكون ضمن نسمع منك كواليس نجاحك، ابعت لنا دلوقتي واعرف تفاصيل كورساتنا وسر الطريقة الصح اللي بتساعد طلابنا يوصلوا للطلاقة ويحققوا أحلامهم. ما تنسيش تكتب لنا في التعليقات ايه اكتر حاجة اثرت فيك من قصة شروق، ولو عندك حلم نفسك تحققه من خلال الانجليش يا ريت تشاركني بيه.